السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين؟ النهاردة هنعمل مع بعض صينية فراخ في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة وبجد طعمها تحفة جدًا. يلا بقى ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. أول حاجة كده جبت بصلتين كبار هقطعهم بالشكل ده كده. عايزة تزوّدي كمية البصل براحتك خالص، البصل ده أنا هاحطه على الفراخ. قطّعت الكمية بتاعتي كده بصلتين كبار زي ما قُلت لكم، حطيتهم في طبق كده، وهابتدي بقى أحط التوابل بتاعتي، معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الحبهان المطحون، ونُص معلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ. هادعك كده البصل كويس مع البهارات، وهابتدي أحط الفراخ كده في البهارات والبصل ده، وأحط كده بين تحت الجلد يعني، وأدعكها كويس كده مع البصل يعني. طبعًا كمية الفراخ براحتك جدًا، زي ما أنتِ عايزة يعني هتعملي، بس طبعًا هتزوّدي البهارات مع البصل، هتزوّدي الكمية بقى. هاسيبها بقى تقريبًا يعني ممكن من بالليل، أو لو مستعجلة يعني سيبيها في التتبيلة دي أقل حاجة ساعتين. جِبت بقى 3، 4 بصلات كده كبار برضه، قطّعتهم برضه نفس التقطيعة كده، وعلى طاسة سخنة بقى فيها معلقة كبيرة من السمنة وشوية زيت كده، وهابتدي أدبّلهم كده شوية. أول ما أحس إن هُم بدأوا يدبلوا هاحط تقريبًا نُص كوباية مَيّة، وأغطّي الحلة، وكده إحنا بنعمل كرملة للبصل من غير ما يغيّر لونه، بجد بيبقى الطريقة دي حلوة أوي، والبصل طعمه حلو أوي. كل مثلًا ما أحس إن هو لسه ما استواش أو ما دبلش كده، باحط تقريبًا ربع كوباية في ربع كوباية. أنا عملت الحركة دي تقريبًا 3 مرات، وكان خلاص دِبِل بالشكل ده كده زي ما أنتم شايفينه. هانزل بالبصل كده بعد ما اتكرمل، وكمان هاجيب البصل اللي كان مع الفراخ، وهاحطه برضه على البصل دوّة عشان ياخد من التوابل اللي مع البصل، لإن البصل اللي متكرمل ده ما حطيناش عليه أي توابل. فهاقلبه كده مع بعضه، وكمان هانزل بالفراخ كده على الوش، وبعد كده هادهنها بدبس الرمان ومعلقة زيت كده، وهاقفّلها بقى بالفويل وادخّلها على فرن سخن على درجة حرارة 260. هتاخد تقريبًا ساعة، وبعد كده يعني آخر 10 دقايق هاشيل الفويل عشان تاخد لون من فوق. مش هتاخد وقت خالص، وبجد طعمها حلو أوي، ممكن تاكلوها بالعيش، تاكلوها جنب رز. أكلة سهلة جدًا وما بتاخدش أي وقت، تبّلي الفراخ من بالليل وتاني يوم الصبح قومي اعمليها، بجد تحفة جدًا. لازم تجرّبوها، وما تنسونيش بقى في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش في القناة، ويا ريت تفعّلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.